مفيش بيت دلوقتي مش بيستخدم الكتل. كهرباء زادت، الكتل يعني الكتل. احنا اجيال السرعة، ما نقدرش نستنى كوباية الشاي 5 دقايق قبل ما تغلى، لا الكتل دقيقة وشكرا. النهاردة هعرفك ازاي تختاري كتل كويس. مش شرط انك تجيبي حاجة براند، حاجة ماركة وغالية جدا، لا، اعلى جودة باقل سعر ان شاء الله. لو مهتمة بعنوان الحلقة كمل الفيديو للاخر، يلا بينا. خير عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هقول لك ازاي تختاري كتل كويس وازاي تحافظي عليه بمعنى اصح. الشغل الشعبي ده طبعا مش بيطول خالص، وبتضطري كل شهر او كل 2 تجيبي لك غلاية، زائد انه الغلايات زادت جدا لانه اغلبها استيراد صيني. انا النهاردة مش هكلمك عن الماركات وهقول لك هاتي كنود اغلى حاجة وهاتي مش عارف ايه، لا، انا لو قلت لك كده يبقى انا مفيش اي افادة، ما قلتلكش على اي حاجة مفيدة. انا هقول لك على حاجة احسن من ان اقول لك هاتي الماركه العاليه اللي هي كنود وهاتي براون وهاتي مش عارف ايه. طب ما حاجه طبيعيه. ما المعلومه المفيده هعرفها لكم دلوقتي، بس يا ريت دعم منك صغير بلايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل. اول حاجه انت معاكي 3 انواع: ستانلس، فرود بلاستيك، وقزاز. انا ما عنديش بلاستيك حاليا، قلت لكم بديل جرانيل. ما علينا. اول حاجه في البلاستيك ده، البلاستيك انا مش بفضله خالص ولا حتى بجيبه كتير يعني، فاحنا هنعتبر انه ده بلاستيك، بلاش منه خالص. الكتل البلاستيك اللي ما كانش ماركه عاليه جدا مش ما ينفع، بيبوظ بسرعه، وزائد انه فيه تفاعلات والكلام ده، فاحنا موضوع البلاستيك ده هنلغوه خالص. بعد كده القزاز من اهم حاجه انه ما يوقعش. الكتل القزاز لو وقع حتى لو كان 100 براند خلاص انتهى الموضوع. فانت اهم حاجه تخلي بالك ما يوقعش، بعدين عن الاطفال والكلام ده. زائد لما تكوني غاليه بيه ميه وسخن ما تحطيش فيه ميه عشان ممكن يطرشق وممكن القاعده تتفصل منه يعني. تمام. اما عن الستانلس تحاولي تجيبي ستانلس نقي عشان ما يصديش ويرمي صدى عن الميه. المعلومة المفيدة اللي هقدر اقول لك عليها، بدل ما تجيبي حاجة براند ب1000 جنيه دلوقتي ولا ب800، في حاجات شركات كده زي مثلا فريش تاتش ممكن تجيبي كتل رخيص ويقعد معاكي 2 او سنة كاملة وانت تغلي عليه ومش خايفة من اي حاجة. على فكرة الغلاي اللي بتجيبيه رخيص ده خسارة عليك انت لما تجيبي حاجة كويسة وعليها ضمان. انا ما قلتلكش هاتي كنود وهاتي براون وهاتي حاجات غالية جدا، لا، انت بدل ما تدفعي في كتل ستانلس تدفعي دلوقتي 100 او 120، ادفعي 250 ويبقى عليها ضمان 2 تشتغل براحتك وتعيش براحتك، ولو باظ الشركة بتجيب لك غيره، تحتفظ بالضمان زي ما قلت لكم قبل كده والكرتوني. فأنا اقتراحي ليكم النهاردة يعني ده أحسن حل وصلت له، إنك أنت تجيبي حاجات مصري لكن عليها ضمان 2. لكن أغلب الحاجات المستوردة اللي هي الصيني مش هتلاقوا عليها ضمان، تمام؟ فأنت تجيبي أقل الماركات المصري اللي عليها ضمان 2 والكلام ده. انت معاك الكتل 2 تشتغلي بيه زي الفل، لو جبتيه ب 200 250 زي العسل، وان شاء الله يعني لو حفظت عليه هيقعد اكتر من 2. ده اقتراح ليكم النهارده. انا فكرت اني اجيب لكم ماركات عاليه واقول لكم هاتوا كنود وهاتوا مش عارف ايه، لا، انا معلومتي ليكم النهارده في الحلقه دي ازاي تشتري كتل كويس هاتيه بضمان مصري عشان تجيبيه سعره هذا، وبكده يبقى اعلى جوده باقل سعر. وفي حاجه تانية، انت لازم تفتح الكرتونه تلاقي ضمان، مش صورة زي كده تفتكريها ضمان، لا، الضمان بيكون مختوم بالتاريخ. في ضمانات مش بتبقى مختومة لكن الضمان بيكون عليها اسم المنتج، وان كان عليها ضمان 1 أو 2 أو أكتر كمان بيكون مختوم بالتاريخ اللي طلع منه. انت بتاخدي فاتورة من التاجر بالتاريخ اللي خدتيه منه، ودي بتعتمد لو الفاتورة مختومة من التاجر، بتعتمد عند الشركة انك انت واخدها في التاريخ ده، بيتحسب لك الضمان كان 1 ولا 2 من وقت التاريخ المكتوب في الفاتورة. يا رب تكون معلومة مفيدة بالنسبة لكم، يا رب تكونوا استفدتوا. لو في اي سؤال اي استفسار سيبوا في التعليقات وانا هرد عليكم فورا. ما تنسوش دعمكم الجميل بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. سلام.